تخيل تصحى تلاقي أبوك ميت، وبعدها بيوم يرجع تاني، لكن مش زي ما تعرفه. في عالم مليان وحوش بتنهش في كل اللي يتحرك، في زومبي واحد لسه قلبه بيخفق عشان يحمي بنته. قصتنا النهاردة هتخليك تبكي وتخاف وتصدق إن حتى وسط الجحيم في حب بيعيش. دي مش مجرد منهوى عن زومبي، دي أسطورة. زومبي بابا. في مشهد درامي وتحت المطر نرى جثة لفتاة وشخصا أمامها ينحني على ركبتيه ويبكي بشدة. أنا قتلتك، ليس مرة واحدة بل 99 مرة. ينزل رأسه من الحزن والألم ثم يقف. تبقى فرصة أخيرة واحدة. يمسح دموعه ويقول: ثقي بي يا دامي، هذه المرة لن ولن وأبدا أفشل مرة أخرى. فجأة يفتح عينيه وينظر إلى الأخبار. الزومبي يدمرون كل شيء، ظهروا فجأة وأنهار العالم في لحظة. في تلك الأثناء تدخل ابنته. ماذا تشاهد يا أبي؟ يقول في نفسه: كان علينا البقاء على قيد الحياة. ننتقل إلى مشهد آخر. الأب يحمل ابنته الميتة. دامي، أنهضي، من فضلك لا تتركيني وحدي. يكمل في نفسه: رجل عجوز وفتاة صغيرة، كان عالما جهنميا بالنسبة لنا، وهكذا متنا عندما انتهى كل شيء. يقطع حبل وتظهر فتاة جميلة كالملاك أمامه وتبتسم. لقد أعطيت فرصة أخرى. ماذا؟ فرصة. يستيقظ وهو يتعرق. ماذا؟ نحن بخير؟ كيف؟ يلتفت لليسار. ما هذا الرقم على جبهتي؟ نرى رقم 99. ينهض ويطرق باب ابنته. ابنتي، افتحي الباب بسرعة. ما الأمر يا أبي؟ في منتصف الليل؟ ماذا يحدث؟ أنت بخير، صحيح؟ نعم. ما الذي يحدث؟ يمسك يدها بقوة. اصمتي واتبعيني أو سنموت. يظهر زومبي، وقبل أن يعرف شيئا يقتل ويعود مجددا للحياة. هل هذا يعني أنني مت مرة أخرى؟ الرقم 98. هذا هو عدد الأرواح التي أملكها. 98 فرصة فقط لإنقاذ دامي. نراه يقتل زومبي ويقول في نفسه: فعلت كل ما بوسعي من أجلك، حتى لو خالفت كل الأخلاق، لو تطلب الأمر أي شيء. لكن الزومبي ينال من ابنته مجددا ويقتل هو أيضا، ويستمر في المحاولة. يموت، يعود، يقاتل، يسحق رؤوس الزومبي واحدا تلو الآخر. حتى لو كانت لدي 1000 فرصة، بغض النظر عن العدد سأستمر. نرى أن الفرصة وصلت إلى الرقم 13، لكنه يلتف ليرى أن ابنته تحولت إلى زومبي. أبي، ساعدني. تعضه يحضنها بشدة. كل ما استطاع فعله هو أن يشاهد ابنته تموت أمام عينيه، ثم يضع المسدس على رأسه وينهي حياته. لكن الزمن يعود وهو يبكي، يفتح عينيه وينهض بحزن. نرى ابنته تستيقظ منزعجة. يا أبي، ما هذا الضجيج؟ ما الذي يحدث؟ يحضنها بقوة. أعدك، حتى لو فشلت آلاف المرات سأعود حيا لإنقاذك. ثقي بي فقط، هذه المرة لن أفشل. وفي مشهد جديد نرى رقم 1 فوق رأسه ممسكا بابنته الميتة. بعد 99 فشل تبقى له فرصة أخيرة. لقد وجدت الملجأ المثالي. لكن بعد موت ابنته قامت القوات المشتركة بإنقاذها وتلقت رعاية طبية. بفضل الحظ والظروف لم ينهر النظام، وبدأت حياة مزدهرة. نراه أصبح عجوزا يحمل زهرة إلى قبر ابنته. 40 عاما مرت منذ وصولي إلى هنا. لقد انتظرت طويلا يا دامي. كان يجب أن أكون حذرا، لأنها كانت فرصتي الأخيرة. الآن أنا متأكد هذا هو المكان الآمن.
إذا استطعنا الوصول إلى هنا أحياء، ستكون هذه محطتنا الأخيرة. انتظريني يا عزيزتي، سأعود لأخذك قريبا. ويقتل نفسه، لم تبق أي فرصة. لكن يفتح عينيه ويصرخ: هيا يا دامي. تنظر إليه. قبل الوصول إلى الملجأ الأخير، دامي ماتت مرة أخرى بسبب خطئي وغبائي. عشت 40 عاما وكررتها مئات المرات. خططت لكل التفاصيل لإنقاذها، والآن هذه المرة سأفتح الباب ولن أكرر الأخطاء. يفتح الباب، لكن أمامه ملايين الزومبي. شيء غير الأحداث. لم يحدث هذا في أي مرة من قبل. في 99 محاولة لم يحدث هذا أبدا. يهجم الزومبي عليه مباشرة، يدفع ابنته للداخل ويغلق الباب. أبي، ماذا تفعل؟ تحاول فتح الباب، لكنه يمسك من قبل الزومبي ويؤكل حيا. لقد تمزقت أحشائي 99 مرة. أنا معتاد على هذا الألم. يا ابنتي، لا تبكي. على الأقل لا تبكي لأجلي هذه المرة. يتذكر حياتهم معا، وابنته تضحك وتلعب، ويصرخ بغضب. يضرب الزومبي ضربة تقتلهم. يقتل، يسحق، يهاجم بقوة. تحول جسده، وعينه تلمع بالهالة الحمراء. أصبح زومبي. هو الآخر، لكن يقف شامخا ينظر إلى ابنته. لا تقلقي يا دامي، حتى لو لم أعد إنسانا سأحميك حتى النهاية. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ في بداية تفشي الزومبي في سوبر ماركت، أي ماركت، تحت ضوء القمر، يظهر رجل يواجه الجنود. من أنت؟ ابنتي تتجول منذ أسبوع، حالتها ساءت، أرجوكم ساعدوها. الأرملة السوداء، قائدة الناجين، تغضب، لكنها تبكي في النهاية. دعوه يدخل. نحتاج إلى المزيد من القوة. ما زالت كما كانت. الكابتن شهيري. Let's go! أين ذاك؟ في السوق يرى بطلنا الزومبي ويقاتلهم، يدمرهم بيديه العاريتين. أنت من المستقبل؟ تعرف كل شيء؟ لقد عشت هذا 100 مرة. أنا خبير زومبي. يخبرهم منذ تفشي المرض، دراستهم، نمطهم، جلدهم. أنا خبير زومبي، لكن لم يخبرهم أنه تحول فعلا إلى زومبي. ابنته تتذكر وعده. أعدني ألا تخبر أحدا، قد يؤذونك. أعدك يا دامي، لكنه الآن يشعر أن شيئا تغير. الزومبي. ما الذي تقول أنك خبير؟
هل تضحك علي؟ أنا عارف بعمل إيه، حتى شفتي أنا عارف بعمل إيه. أنا اكتسبت القوة في المعارك اللي زي دي بالظبط، وأنا خبير في ذلك. وأنا الحمران دي من هرمون الميلاتونين الذي انتشر في جسدي. أي حاجة هتحصل بعد كده لازم تقوم بأمري. متخافوش من الأعداء، متخافوش من الزومبي. والعسكري بيرضى وأبو روح السوق بيقول لها كيف حالك يا دامي؟ تقول له حالي جيد يا أبي. بيفتكر 100 مرة اللي قضوهم مع بعض فيهم موت، وأبي بيقول لها روح ابلع حياتك. وبيفتكر لما يفضل بس النضارة وراح يجيب لها أكل، وبيلاقيها نايمة في الآخر، وبالآن حان الوقت لقتل هؤلاء الزومبي الأسير الذين في الخارج. يظهرون بشكل أسرع، أقوى، أكثر تطوراً. أكثر من 100 زومبي على الباب بعد أسبوع فقط. هذا لم يحدث من قبل. لماذا؟ السبب ربما أنا. الزومبي يتجمعون حوله، يريدون موته وموت ابنه. إنهم يشعرون بالتهديد منه. أنا متغير أيضا. يبدأ القتال، يقطع، يسحق، يفجر، يتحول إلى فايكنج ويذبح الزومبي. يهجم الزومبي بالأذرع 6 في الصباح. ابنته تستيقظ وتبتسم له. شكرا يا أبي. أما الكابتن فتقول: كيف قتل كل هؤلاء الزومبي في 4 ساعات فقط؟ سنبدأ خطة الهروب من أي معركة الآن. أحداث قصتنا بتبدأ لما يكون كل ناس بينظر من الزجاج الأمامي للمبنى وبيقولوا هذا حقيقي، تلك المخلوقات اللعينة. وواحد تاني بيقول أنا لا أري أيا منهم في أي مكان. وبنشوفوا إنه لا يوجد أي زومبي، وهم بيتسألوا هل الزومبي اختفى خلاص؟ وبيقولوا لا نسمع الآن الصوت المزعج الآن. وبيفرحوا وبيقولوا جميع الزومبي اختفوا ولقد نجونا الآن. ودامي بتقول لبطلنا أظن إن الزومبي فعلا اختفوا. بيقول لها لا، ليس الآن. دامي استمعي لي جيدا، مهما حدث لا تخلعي هذه الخوذة، فهمت؟ دامي بتقول حاضر. وبيجي الجنود والزعيمة بتقول لهم صباح اليوم، ولأسباب ما زالت مجهولة وتأكدنا من أن كل الزومبيات في هذه المنطقة قد تم القضاء عليها. والناس بيقولوا لقد نجونا، واو، إذن الأمر حقيقي. والزعيمة بتقول لذا سنقوم بمغادرة هذا المكان الآن. والناس بيقولوا نغادر ماذا؟ ومهلا، لم أكن أتخيل ما سمعته، أليس كذلك؟ لا، لم تتخيل، سنغادر. لكن إن لم يكن هناك زومبي فلماذا نغادر؟ قبل 3 أيام وقبل أن نفقد الاتصال اللاسلكي كان هناك وحدة تواصلت معنا. سنذهب إلى اللواء الثاني للمشاة الآلية لأنه من المفترض أن يكون هو اللواء الوحيد الذي نجا في منطقة جونجي. ما زالوا يمتلكون مركبات مدرعة لكامل اللواء وقوة بحجم لواء كامل. والأهم من ذلك أنهم يستطيعون استقبال المدنيين. والناس بيقولوا أتريدون أن نغادر بناء لأجل اتصال لاسلكي واحد فقط؟ نعم، كيف نعرف إن كان حقيقيا أم لا؟ وهي بتقول له الزعيمة لا داعي للقلق بشأن ذلك، أنا أعرف تماما من قام بذلك الاتصال أكثر من أي شخص آخر، والمعروف ببلو هوك، السطر الأزرق. وإن كان هو من أجرى الاتصال فأنا أثق به تماما. هم بيقولوا هذا هراء، أتريدين منا أن تخاطر بكل شيء بناء على اتصال انقطع قبل 3 أيام؟ هذا الانتحار. الزعيمة بتقول علينا أن تغادر، إن ظهر الزومبي مجددا لن نتمكن من النجاة هذه المرة. وهم بيقولوا مستحيل، نحن لا نريد المغادرة، الزومبي لن يعودوا. انظر، كنت أعلم أن هذا سيحدث حتما، ذلك القرار المتهور والعاطفي. واحد منهم بيقول
لو أن القائد رجل، هل كانت ستتخذ مثل هذا القرار حقا؟ هل أنا مخطئ؟ والزعيمة بتقول له ماذا قلت؟ وبطلنا بيخش عليهم بيقول لهم لا، الزومبي سوف يعودون. والراجل اللي كان منهم بيقول من تظن نفسك لتتحدث وكأنك تعرف كل شيء؟ والزعيمة بتقول له يا خبير. وبطلنا بيقول له إذا بقيت هنا فأنت كمن يقدم نفسه على طبق لهم. وبعد ذلك الراجل ينظر إلى بطلنا وبيستشعر هالة قوية منه، وبينظر على بيحس إنه زومبي وبيخاف منه وبيقلق. وبطلنا بيكون من كلامه وبيقول له هذا أشبه بانتظار الموت فقط. والراجل بيخاف منه وبيمشي، وبنته بتقول له مالك يا أبي، هل أنت بخير؟ ونلاقي واحد تاني يكلم بطلنا وبيقول له لا، لكن إن غادرنا هل تستطيع أن تضمن أننا سنكون بأمان؟ وبطلنا بيقول لهم أنا ليس من الممكن أن أضمن لكم شيء، ولكن هل منكم أحد لا يريد الانضمام إلى الجنود؟ هل أنتم مستعدون أم لا؟ وهل أحد يريد البقاء دون الدعم منهم؟ وهل تستطيعون فعلها؟ والناس بتقول الآن بعد أن فكرت في الأمر القائدة شاه معها حق، نعم، من دون الجنود لكنا متنا منذ زمن. هيا بنا نغادر، السبب الوحيد لنجاتنا حتى الآن هو هم، فلنفعلها ولنتبع القائدة شاه بلحظة، ومن دون أي جهد كبير فلنثق بالجنود ولنتبع القائدة شاه بلحظة ومن دون أي جهد كبير. والزعيمة شاه بتقول غير رأيك جميع في الحالة، من هو ذلك الشخص حقا؟ ولم أشكره ولا مرة. وبطلنا بيقول لها ما تشكرنيش. وبيظهر بطلنا في مشهد الحياة اللي فاتت هو كان بيقنع أي حد، وفي مثل المواقف الصعبة بيقول للزعيمة أنا بصراحة ولأكون صريحا هذا كله من أجل حماية نفسي وابنتي أيضا، وإن كنت أنت من سيقود يا قائدة فأنا واثق فيك يا أيها القائدة. القائدة بتقول سنبدأ عملية الإخلاء الآن، أنا تشاه هايري سأتأكد من أنكم ستخرجون جميعا أحياء. وبيظهر قدامنا الأتوبيسات بتمشي، هي عربية قائدة الجيش قدامنا دامي، والجنود في حالة تأهب إلى أي معركة. الجندي بيقول للقائدة عبور نهر الهان مجددا بعد كل هذا الوقت يشعرني بالغرابة. والقائدة بتقول ابقوا متيقظين، وهذه مجرد البداية يا أيتها القائدة، احذري. وبنلاقي الزومبي رايحين عليهم بهجمة قوية، والقائدة بتقول زومبي بدأت العملية، المدنيون والفريق سي إلى اليمين، نحن سنتجه إلى اليسار. وبنكتشف إن السمة الأولى للزومبي سمعهم أكثر حدة من نظرهم. وبتقول القائدة الجنود ارموا الزبالة عليهم، لقد قاموا بملاحقتنا، حافظوا على المسافة ولا تسمحوا لهم باللحاق بنا. الجندي بيقول حسنا يا قائدة، وهم بيقولوا في عدد كبير من الزومبي، إذا استمر الأمر هكذا سيلاحق بنا. والقائدة بتقول نحن نتجه نحو جسر سيونغسان. بعد كده بيلفوا بالعربية، بقي القليل فقط. بغض النظر عن الحالة فإنهم دائما يهاجمون البشر، والآن علينا اصطدام السيارة بهم. الصفة الثالثة للزومبي الجزء الخلفي منهم هو نقطة ضعفهم. وبتلاقي بطلنا وهو بيدوس عليهم بالعربية اللي بتأسفلت الطريق، وبيقول إنها مركبة قادرة على سحق كل شيء تمر عليه بعشرات الأطنان من الضغط، كما أنها ملكة مركبات البناء، والكل بيكون أمامه والجميع في صدمة كبيرة. ولتظهر أمامنا دامي وبتفتكر أبوها وهي بتقوله لما عليك فعل ذلك بنفسك يا أبتي؟ وهو بيقول لها لأن لا أحد غيري قادر على ذلك، ولا تقلقي فلن أفارقك. وبتقول لكن ماذا لو أدرك الجنود شيئا غريبا فيك؟ فريق القائدة عاد، وبطلنا بيقول لا تقلقي فأنا لست إلا معينا لهم. وبيظهر بطلنا والفريق القائدة وهم بموت الزومبي، سنخترقهم بضربة واحدة قاضية. وجندي بينادي عليه القائدة وبيقول لقد نجحنا. عند الساعة 6:45 مساء كل أفراد الكتيبة الثانية الآلية للمشاة وصلوا. إنها كتيبة قد نجت فترة طويلة في حياتها السابقة تحت قيادة قوية وشديدة. إنها واحدة من الوجهات التي يجب أن نمر بها لنبلغ ملاذ دايجون، ووصولنا إلى هنا في 8 أيام فحسب. وبطلنا بيقول ولكنني لا أستطيع أن أتراخى، فإذا تصرفت بطيش لأنني صرت أقوى فقد أعرض دامي للخطر، وإني سألتزم بالمسار الذي ثبت أمانه في حياتي السابقة، لا أحيد عنه. والقتال الحق يبدأ الآن.
أديت ما عليك بعظمة يا خبير. والجندي بيقول: ولأصدقك قولا فلم أرح لوجودك معنا، ولكنك أنقذت حياتنا جميعا. فلما وجدنا تلك المرحلة لم يجرؤ أحدا على قيادتها. فهل عملت في البناء من قبل؟ وبطلنا بيقول: لا، بل تعلمك قيادتها عرضا. فالمرء يحتاج إلى معارف كثيرة لينجو في عالم كهذا. ويسرني وصولنا إلى هنا سالمين. والقائدة بتقول: أجل، شكرا لك. وبطلنا بيقول: ماذا قلتي؟ وبعدين وهي بتقول له: اخرس. والجنود تحيي قائدة ويقولون: حللت أهلا يا قائدة، تشاهري، كنا ننتظرك. قائد السرية الأولى للكتيبة الثانية الآلية للمشاة، الرقيب لإن هوي. والقائدة بتقول: هل تعرفوني؟ وهم بيقولوا: إذ قال العقيد شاه إن أحدا بمستواك سيصل اليوم. والقائدة بتقول: أقال العقيد شاه ذلك؟ هم بيقولوا لها: نعم، وقال إن ضابطة عنيدة ستأتي وتجلب علينا المصائب. وهي بتكون مصدومة وبتقول: وأين العقيد شاه الآن؟ إنه عند البوابة الخلفية. وهي بتقول: كيف؟ وإذا ظهر الزومبي. وبيظهر بطلنا وهو بيطمن على دامي، وبيظهر قدامنا القائدة وهي بتقول له: هل ذهب معه أي قوات؟ والجندي يقول: لا. وهي بتقول له: صحيح، ففي عمره سيكون الأمر صعبا عليه. وهو بيقول لها: ليس ذلك. وهي مصدومة. وبيظهر قدامنا البوابة الخلفية والقائد شاه وهو بيقول: الفاس أفضل من البندقية وأسرع منها. والجنود بتقوله: لكن من فضلك استخدم سلاحا في المرة القادمة يا سيدي، ونحن هنا أيضا لمساعدتك. فماذا لو عضك واحد منهم؟ وبيقول القائد: ها ها ها، أنا أتعضني هذه المسوخ؟ هل نمزح معي؟ حين تبلغ مستواي ستدرك خفايا من أمامك جالية كوضح النهار، ومن أمامك جالية كوضح النهار. فأنا أعلم قدراتهم القتالية علم اليقين. أما أنتم فستكونون بلا جدوى بمهاراتكم الضعيفة، ولن تفعلوا إلا تعطيل الأمور. الجندي بيقول: كلامك يجرح يا سيدي. والقائد بيقول: أنا مستاء من كلامك، لكن لا أستطيع أن أجادلك. يا ويحي من مفاصلي، كما يقولون: العمر لا يرحم. وبدلا من هؤلاء الكسالى، أفلا يظهر أحد قادر مقتدر ليقف إلى جانبي كتفا بكتف؟ إنا نسمعك. بيشوف الزومبي لسه حي. وبعد ذلك بطلنا ليظهر بسيارة البناء ويقوم بدهس الزومبي، وجنود بيخافوا من اللي حصل هم والقائد بتاعهم. والقائد بيقول في نفسه: حين تبلغ مستواي ستدرك خفايا من أمامك جلية كوضح النهار، وتدرك كم هم أشرار. والقائد بيشوف بطلنا بهالة قوية جدا مثل وحش من الزومبي. بطلنا بيقول له: أهلا، أنا ريو منسيوك، أتيت رفقة القائدة تشاهري، وقد سمعت بما يجري وظننت أني أستطيع المساعدة. وبعد كده بنلاقي القائد عايز يقتل بطلنا بالفاس، وبطلنا بيرجع لورا والجنود كلها بتصرخ في القائد وبتقول له: لا. وبطلنا بقوته بيمسك الفاس بقوة، والجندي بيتصدم وبيقول: هل هذا ممكن فعلا؟ والقائد بيتصدم وبيقول لهم: أسرعوا بالدخول كلكم وارفعوا حالة التأهب القصوى، وذلك وحش. فهمت الآن، فإن عينيك، بطلنا بيقول، لا تنخدعان، وأيها العقيد تشا بونغ هو. وبعد كده بطلنا بيكسر الفاس، والقائد بيبقى خايف ومندهش وبيقول: ماذا؟ بطلنا بيقول له: لابد لي من البقاء هنا مهما كلف الأمر، وأرى أن علي إقناعك أولا، لكن وأن الكلام وحده لا يكفي، ودعني أريك بالأسلوب الذي تفضله. والقائد بيقول: إذن أنت تقول أنك تريد أن تتعارك معي الآن؟ يا لها من حياة، لم أظن أني سأقابل أحمقا مجنونا مثلك. وبيقلع حاجات من هدومه وبيقول: إنني سأجد هراءك هذا مثيرا للاهتمام. وبينقض على بطلنا القائد وبيقول: لأرى ما نوع الشخص الذي تكونه. وبيظهر الرمز الأحمر وبيقول: على جميع المدنيين التوجه فورا إلى الملاجئ. القائدة بتقول: رمز أحمر، ما الذي يحدث؟ الجندي بيقول لها: أنا أيضا لست متأكدا تماما، سأشرح لاحقا، الآن فقط أرجو منكم الالتزام بالإجراءات. والرقيب بيقول لها: أنت النقيبة شاه؟ النقيب أغواك، بما أنك نقيبة فاشرحي لنا ما الذي. والقائدة بتقول: أنت ما الذي تفعله؟ وهو بيقول: الوحش الذي هاجم قائد اللواء عند البوابة خلفية للفرقة ذكر اسمك،
وهي بتقول وحش عن ماذا حدث ريو مينسيوك، وهو بيقول هذا هو الاسم الذي قال إنه يدعى ده، قل لي من يكون ذلك الشخص؟ والناس كلها مصدومة من المنظور، حتى دامي بنت بطلنا، وبطلنا بيواجه القائد وبيضرب ضربتين جامدين قوي في الصخر. بيتفتت والقائد بيقول واو، لكمة واحدة فقط وحولت الجدار إلى هذا الشكل، ومع ذلك ما زلت تزعم أنك بشري. وبيضرب القائد ضربة بالرجل وبطلنا بيختفي وليظهر وراء القائد، والقائد بيفادي الضربة وبيردوا عليه بالضربة جامد جدا، وبعد كده بيمسكه من القميص وبيقول أنت هل تستهزئ بي؟ أخبرني، تلك اللكمة هل أطلقت قوتك كاملة؟ هل كنت تتساهل معي؟ وبطلنا بيقول نعم، والقائد بيقول ماذا قلت أيها الوقح؟ لأنني إن استخدمت كامل قوتي. وبطلنا بيقول قد ينتهي به الأمر بقتل حضرتك أيها العقيد. وبيقول القائد صحيح، منذ اللحظة التي بدأت أقاتل هذا الوغر وحتى الآن كل خلية في جسدي تشعر بذلك بوضوح، وبأن الفارق الساحق. ما بك؟ ماذا تريد مني بحق الجحيم؟ بيقول بطلنا أنا أرغب في الحماية. القائد بيقول سخافة ما بعدها سخافة، وحش مثلك يتحدث عن الحماية، عن أي حماية تهذي؟ بطلنا بيقول من يحتاج الحماية؟ ليس أنا، ريو دامي، ابنتي العزيزة. أرجو أن تسمحي لي ولابنتي ولمن أتى معي بأن نبقى في هذه الكتيبة. وبيكون القائد مصدوم من الموقف، وبيقعد بطلنا على الأرض وبيقوله إن كان هذا ممكن فسأفعل أي شيء من أجلكم. وفي الليل بتقول الناس كلها متجمعة في صالة الألعاب الرياضية، الناس بتتكلم عن بطلنا ليقولوا سمعت قبل قليل، أليس كذلك؟ قالوا إنه وحش. منذ حادثة السوبر ماركت كان يبدو غريباً، عيناه كانت مرعبة منذ البداية. قالوا إنه يعاني من نقص الميلانين. فكري جيداً، حتى عيون الزومبي حمراء. لا، مستحيل. هل هذا زومبي حقيقي؟ وبيظهر بطلنا وهو محبوس في سجن ومربوط بالجنزير، وبيفتكر بطلنا القائد وهو بيقول له الناس الذين جلبتهم سنوفر لهم الإيواء في كتيبتنا، لكن المشكلة أنت، كيف لي أن أثق بوغد خطير مثلك؟ وبطلنا بيقول له عزل، إن لم تتمكنوا من الوثوق بي ضعوني في زنزانة منفردة. لا أعلم كم من الوقت سيستغرق الأمر، لكنني سأثبت وأنني لست خطراً. ودامي بتنادي عليه بتقول له يا بابا، وبيقول له لا أنت بخير، وتقول له نعم بالطبع يا أبي. وتم إلغاء حالة الطوارئ والجنود كانوا لطفاء معي. حتى خروجي من هنا تم بموافقة مسبقة، والملجأ كان خانقاً جداً. وبطلنا بيقول لبنته وأنا آسف، قلت إنني لن أتدخل مجدداً، لكنني لم أستطع الوفاء بوعدي يا دامي. وبيفتكروا لما كانت بتقول دامي لابد أنك أحبطت كثيراً من والدك، أليس كذلك؟ وبتضرب أبوها على راسه وبتقول لو لم يكن والدي لما كنت أنا ولا من معي وصلنا إلى هنا بأمان. لذا ذلك ارفع رأسك مهما قال الآخرون، أنا أثق بك يا أبي. يجب علي أن أذهب، وإن تأخرت عن تفقد العاشرة سيتحدثون عني. تصبح على خير يا أبي. وبطلنا بيقول لها وأنت تصبحين على خير يا دامي. وهي ماشية بتعيط، وبطلنا هو كمان بيكون زعلان جامد قوي. وبعد كده الجنود بيدخلوا البطلنا بينادوا عليه وبيقولوا له قائد عايزاك. وبيظهر القائد ده وهو حاطط إيديه على الخريطة وبيقول قبل 20 دقيقة داخل محطة غوبا بول المدفونة تم رصد عدة إشارات حيوية لبشر أحياء بواسطة جهاز استشعار صوتي، وأيضاً إشارات غريبة لا يمكن تحديد هويتها. محور العملية هو التحرك السريع. القوات الكبيرة قد تكون عبئاً في هذه الحالة، لذلك نفكر بإرسال وحدة نخبة. وأنت قلت سابقاً أنك ستفعل أي شيء من أجل ابنتك، أليس كذلك؟ هل تستطيع إثبات كلامك؟ وبطلنا بيكسر كل الجنازير والحبال اللي عليه، والجنود كلها مصدومة من المنظر. بطلنا بيقول له متى أتحرك؟ والقائد بيقول له الآن. وبيظهر قدامنا اسم المحطة، وهي اسمها محطة غوبا بال. عملية الإنقاذ مقتادة.